العامل الأول هو حول اللجنة المنظمة أن يكون حول الديمقراطية التشاركية التعريف والتمثيلات. قبل ما نعطي الكلمة للأساتذة الحاضرين معنا، فقط أريد الإشارة أن نحن نشارك في جامعة ربيعية شبابية. كما كان رفيق حسن، الهدف هو التعبير عن الآراء، الهدف هو التشارك، الهدف هو تبادل التجارب. إذا اللقاء ما غاديش يكون عبارة عن عرض، اللقاء غادي يكون عبارة عن تبادل الأفكار، نقاش. هذا لا يمنع أننا غادي نعطيو فرصة في الأول في حدود 15 دقيقة لكل الأساتذة الحاضرين معنا. من بعد غادي نفتحوا المجال للنقاش لتعبير عن الآراء. أدعوكم كاملين للمشاركة بشكل مكتف كلكم. هذا هو الأوبجيكتيف ديال الهدف ديال هذه الجامعة، أننا نشاركوا كاملين هذه اللحظات. في البداية أعطي الكلمة للأستاذ مولاي إسماعيل العلوي. أفضل أن أقدمه لأن ملي بغيت نقدم الأستاذ إسماعيل فكرت أنني شحال باش نقدمه، ولكن أحسن شيء نقدر نقدم به الأستاذ إسماعيل هو رئيس جمعية سلا المستقبل. هذه تلخص كل شيء بالنسبة لي أنايا، لأننا حنا في سلا والشباب ديال مدينة سلا حاضر معنا. شيء جميل أن تكون عندنا جمعية كجمعية سلا المستقبل، ويكون عندها، والأجمل أن يكون عندها رئيس كالدكتور مولاي إسماعيل اللي هو غني عن التعريف، ولكن أركز دائما حضوره معنا اليوم هو تشريف لنا، ورئاسته لجمعية سلا المستقبل والمجهود التي يقوم به اسم شباب سلا. ولا لا أتحدث عن الشباب اللي حاضر هنا أو أعضاء في جمعية سلا، ولكن مجموعة الشباب بحكم ثقنا بهم كلهم تيقدروك أستاذ وتيشكروك على المجهود اللي تقوم به. وتحية أستاذ، تفضل. شكرا أخ رئيس. سيدات والسادة الأفاضل، مساء الخير. فأولا اسمحوا لي نقدم بعبارة الشكر لأخي رئيس هذه الجلسة على الكلمات الطيبة التي فاها بها شخصي متواضع، وأقول بأنني أحس باعتزاز كبير وأنا أتواجد معكم وأفتتح معكم هذه الدورة الأولى الربيعية عفوا لجامعة شبابية بسلا. فالمطلوب هو تعريف للمفهوم، مفهوم الديمقراطية التشاركية، وكذلك معالجة أبعاد هذا المفهوم. لا أخفي عليكم أنني منذ البداية أعتبر بأن الترجمة التي نقدمها بالعربية لكلمتين الديمقراطية لا ديمقراسي بارتيسيباتيف لا تشفي الغالب. فهذه الديمقراطية ليست تشاركية فقط، بل هي في العمق كذلك تشاركية من دون شك، ولكن بالمشاركة ومشاركاتية. كلمة شوية ركيكة ولكن معبرة عما نريد أن نضفي على هذا المفهوم. فالديمقراطية المشاركاتية بمعنى أن المواطنين والمواطنات يساهمون في وضع السياسات التي تهمهم، كانت هذه السياسات تعبر عن قضايا عامة وطنية أم سياسات تعبر عن احتياجات وتطلعات محلية. طبعا هذا مشكل الترجمة مطروح في علم السياسة بالنسبة لعدد كبير من المفاهيم، لا داعي للتطويل فيه. فقط ما يجب أن نقول وهو أنه لمدة طويلة من الزمن كانت الديمقراطية تلامس من جانبها التمثيلي التفويضي، ولكن الآن التجربة أبانت على أن هذا النوع من الديمقراطية الأساسية من دون شك تكون الديمقراطية التي ناضلت شعوب العالم من أجل الحصول عليها لمدة طويلة من الزمن، والتي الآن رسخت موقعها في عدد كبير بين عدد كبير من الشعوب. هذه الديمقراطية التمثيلية التفويضية أبانت عن محدودياتها.
أبانت عن محدوديتها لأنه نلاحظ جميعا أنه في العمليات الانتخابية وفي كثير من المجتمعات لا المتقدمة ولا غير المتقدمة هناك نوع من النفور من العمل التصويتي، العمل الانتخابي. لابد أن نتساءل لماذا هذا النوع من النفور؟ لماذا عدم تهافت على صناديق الاقتراع، في حين أنه عندما كنت أنا شابا كان الهدف الأساس لجيلي والأجيال التي سبقته بشكل مباشر وتلته بشكل كذلك مباشر كانت هي المساهمة في عملية التصويت، عملية اختيار من سينوب عنا في المجالس المنتخبة، كانت مجالس محلية أم مجالس وطنية. فهذا الأمر هذا التهافت لم يبقى موجود. لماذا؟ لأنه أعتبر شخصيا أن هذه الديمقراطية التمثيلية خانت ما كان منتظر منها في عدد كبير من المجتمعات. نسمع جميعا عدد من الانحرافات التي تهم منتخبين، تهم أشخاص وضعت فيهم ثقة شعبية ولكن لم يكونوا في مستوى هذه الثقة. ومن دون شك أن هذه الظاهرة هذه التي تفاقمت مع تقوية وسائل الإعلام والتواصل جعلت عدد كبير من المواطنين يستاءون شيئا ما من عملية تصويتية، عملية الاقتراع، ولا يريدون المساهمة فيها ظنا منهم أن الأمر قد قضي وأن لا داعي لتغيير هذا الواقع. فطبعا هذا خطأ. أظن أنه نحن تعودنا على النضال وعلى الاستماتة في النضال، ولا يمكن أبدا أن نعتبر بأن الأمر قضي وأن هذه الديمقراطية لم يبقى لها أي دور ولم تبقى لها أي أهمية. لا أبدا، ما زالت لها أهمية، عندها مشروعية الأساس في عدد كبير من المجتمعات المعاصرة، وستبقى محتفظة بهذه المشروعية، وبالتالي علينا أن نعتني بها أيما كنا. لكن الآن ظهرت مفاهيم جديدة هي في الواقع كانت موجودة في القديم، ولكن الآن استرجعت كثيرا من حيويتها، وهي هذه الديمقراطية التشاركية أو المشاركاتية أو بالمشاركة التي نحن نتعرف عليها بالتدريج بالنسبة لمجتمعنا ولوطننا. أقول بالتدريج ونتعرف عليها لأن هناك مجتمعات عرفت هذا النوع من الديمقراطية، لأن هي كانت هي الديمقراطية الأولى التي ظهرت في مثلا اليونان نظرا لصغار المجموعات البشرية ومحدودية المجالات الجغرافية التي كان فيها السكان. كانت الديمقراطية بشكل مباشر تمارس من قبل المواطنين، لا بالنسبة لانتخاب الحكام ولا بالنسبة لمساءلتهم ولا بالنسبة حتى لانتخاب من كان مكلفا بتطبيق القانون وبفض النزاعات بين المواطنين. إذن الآن نعود إلى هذا النوع الأصيل من الديمقراطية ونسميه بما نسميه، لكن هذا النوع الأصيل عرف تطورا بحكم تطور المجتمعات البشرية، بحكم تطور الإنسانية هي بدورها. وبالتالي الآن الديمقراطية التشاركية أو المشاركاتية الحديثة لا تشبه كثيرا الديمقراطية الأثينية مثلا، أو حتى الديمقراطية الرومانية في بدايتها، لأن هي كذلك الديمقراطية الرومانية قد انحرفت عن الطريق وأدت إلى الأمبراطورية كما نعلم جميعا. إذن هذا التطور الذي حصل ظهر لأول مرة في مدينة من مدن أمريكا اللاتينية، وهي مدينة بورتوريكو. وهذا العمل هم بالأساس ميزانية حاضرة بورتوريكو، مدينة بورتوريكو، يعني أن مجموعة من الناس مواطنين بسطاء وصلوا إلى مستوى من الوعي جعلهم يطالبون بمعرفة أولا ميزانية هذه المدينة،
ويطرحون قضايا تهم حياتهم وظروف عيشهم، وطلبوا تغيير هذه الميزانية طبقا لتطلعاتهم ولاحتياجاتهم. هكذا بدأت المبادرة. هذه المبادرة طبعا تطورت إيجابا وتطورت سلبا. في البرازيل الآن لم يبقى لهذا النوع من الديمقراطية وجود قوي كما كان من قبل، نظرا لشساعة الدولة ونظرا للقضايا المختلفة التي تعترض سبيل المجتمع البرازيلي. لكن مهما كان من الأمر فالبذرة وجدت أرضا خصبة وأصبحت الآن تبيع بوصولها في كل أنحاء العالم. بالأكثر من هذا، مبادرة بورتو أليغري كانت هي السبب في ظهور الأندية الاجتماعية لفورم سوسيو، وكانت هي السبب في ظهور فكرة العولمة البديلة التي تطرح في العمق ضرورة إعادة النظر في النظام العام الذي يتحكم في حياة البشرية الآن، نظام على المستوى الاقتصادي وهو نظام الرأسمالي، نظام على المستوى الاجتماعي وهو كذلك نظام الرأسمالي والعلاقات الإنتاج التي تكون نتيجته، وكذلك على المستوى السياسي الصرف الذي يؤدي إلى مساهمة مباشرة لعدد كبير من المواطنين والمواطنات في تدبير الأمور التي تهمهم. ثم إضافة إلى هذا، دائما في إطار هذه الديمقراطية المشاركاتية أو التشاركية، هناك جانب لم نعطيه ما يستحق من أهمية، وهو جانب المساءلة. مساءلة كل من نضع فيه الثقة ونكلفه بتمثيلنا على مستويات مختلفة، إما مجلس بلدي أو قروي أو جهوي أو إقليمي أو وطني. هذه المساءلة يجب أن تصبح جزء لا يتجزأ من ممارسة الديمقراطية التمثيلية التفويضية. إذا من هنا دخلت الديمقراطية المشاركاتية أو التشاركية في صلب هذه الديمقراطية الأولى بين المزدوجتين التي نسميها بالديمقراطية التمثيلية. فهذا الأمر هذا أمر مهم، والأمل أمل كل المناضلين من أجل تسهيل مفهوم الديمقراطية بالمشاركة هو أن تتحول هذه العملية كلها، لا بالنسبة لتبني القضايا والتطلعات والعمل من أجل تحقيقها على أرض الواقع، ولا بالنسبة للقيام بعملية المساءلة لكل المنتخبين، هو أن تتحول هذه الديمقراطية إلى ديمقراطية تداولية، ديمقراطية ديليبيراتيف، بارتيسيباتيف مي ديليبيراتيف، بمعنى أنها أصبحت هي التي تقرر بالنسبة لعدد كبير من الأشياء التي تهم حياة المواطنين. طبعا هذا الأمر هذا من دون شك أنه يطرح علينا عدد من الواجبات أوليا مفاهيمية حتى نضبط هذه المصطلحات وهذه المفاهيم، وأن نعي بأهمية مضامينها وأن نسعى إلى تفعيلها. وأظن أن هذا اللقاء مثل لقاء الجامعة الربيعية الآن هو من المنافذ التي تمكن من ضبط هذه المفاهيم كلها. ثم لابد لا ننسى بأن هذا الزخم الذي ينادي بتطوير بتفعيل أولا الديمقراطية التشاركية أو المشاركاتية ثم توسيع مضامينها هو مسعى يمكن أن نلخصه في مفهوم الحكم المضاد، الكونتر بوفوار، يمكن بالعربية نسينا الدارجة الحكم المضاد، وكأننا نريد أن ننشئ دولة بجانب الدولة. لا أبدا، إنما نريد في إطار الدولة اللي هي موجودة أن نخلق تيار، أن نخلق توجه يسعى إلى تعويض
كل ما تعودنا عليه منذ عقود إن لم نقل قرون بالنسبة لبعض المجتمعات، وأن نعيد النظر في هذه الأنظمة، هذه الأنساق التي تحكمت فينا وما زالت تتحكم فينا، وأن نعوضها بشيء جديد. من أجل الوصول إلى هذا هناك عنصر أساسي يجب أن نهتم به، وهو التكوين ليس فقط سياسي بل التكوين بمفهومه الواسع. وهنا نصل إلى قضية التعليم في مجتمعنا، القضاء على الجهل حتى لا نسقط في صورة ضيقة للتعليم. مناهضة الجهل، محاربة الجهل، التغلب على الجهل هذا شيء أساسي لضمان ربح الرهان بالنسبة لجيلنا وللأجيال المقبلة فيما يخص قضية الديمقراطية والديمقراطية التشاركية. إذن لا داعي للتطويل. أظن أنه الأستاذ وزميل والأخ سي كمال الحبيب الذي له باع طويل في هذا المضمار وتجربة واسعة من دون شك أنه سيشفي غليلكم أكثر مما حاولت القيام به. أشكركم وإلى العمل. شكرا دكتور إسماعيل علوي على هذه التوضيحات وعلى هذا، وما مشينا في تعرفنا أكثر على الموضوع. وأنا خيل لي أننا احنا بحال باقيين، يعني أنا زعما بحال استفزني نوعا ما النقاش، لأن في النقاش نحاولوا ننزلوا هذا الشيء لأرض الواقع هنا في المغرب. واش حنا اصلا وصلنا بعدا واش عندنا بعدا الديمقراطيه التفويضيه ولا التمثيليه، باش نوصلوا نهضروا على الديمقراطيه التشاركيه اللي هي تطور طبيعي او اجابه طبيعيه. واش وصلنا اصلا بعدا هنا باقي المشكل. والنقاش سيكون فضاء اوسع للتعبير عن ذلك. واعطي الكلمه للاستاذ كمال الحبيب، وكذلك افضل ان اقدمه كفاعل جمعوي. يعني شخصيا شاركت في مجموعه من اللقاءات اللي استفدت منها الاستاذ، واظن مجموعه الشباب كذلك يعرفوا الاستاذ كمال الحبيب. ما نرجع لكم نعطي الاستاذ كمال الحبيب اللي غادي يقدم لنا عرض حول الديمقراطيه التشاركيه اللي غدا الصباح ان شاء الله غادي تسلموا الاداره ديال الجامعه غادي تسلموا لكم المناطق ان شاء الله. تفضل استاذ. شكرا، وشكرا على الدعوة، وشكرا للصديق إسماعيل العلوي اللي عفاني واحد العدد ديال الأمور باش نتكلم فيها. طبعا لا يمكن أن ننسى أن أول تدخل حول هذه الديمقراطية التشاركية كنت قدمته أننا في فضاء نقولوا جمعية سلام المستقبل، وطبعا كلنا تقدمت وكانت لقاءات مع الشباب بالله وتطرح أسئلة جديدة، وطبعا هذا كيضر باش نعاود نمشيو نبحثوا أكثر شي شوية ونسمعوا الناس اللي اشتغلوا أكثر حول هذا الموضوع. فإذا هناك يوميا تفاعل وتطوير لفكرة هذه الديمقراطية التشاركية. فيصعب يعني باش الواحد يعطيكم صورة كاملة وواضحة على هذا. لما مشينا باقتراح بعد اللقاء مع الجمعيات مشينا للجنة المكلفة بتقديم التعديلات الدستورية، طبعا كان المفهوم عندنا غامض ولا زال إلى حد ما. قلنا اليوم خاصة الديمقراطية التشاركية سخونة، قالوا لي فسرنا شوية الديمقراطية التشاركية كيفاش كتشوفها وكيفاش كيمكن نفعلوها في القانون. قلت لهم ما عرفتش. اتفقوا على المبدأ بأنه كما دار الأستاذ إسماعيل العلوي حول هذه الوضعية ديال الديمقراطية التمثيلية والمشاكل اللي واقعة. أولا يعني بشكل عفوي قلنا بأنه بغينا نشاركوا، معناتها بأنه كاين هناك في الأصل نداء قوي للمواطنة،
هذا هو المبدأ الأساسي. المبدأ الثاني وعاد نشوفوا القوانين في المجال. المبدأ الثاني وهو أنه إخراج السياسات العمومية من مجالها الضيق إلى المجال العمومي. كاش كنتناقشوا فقط في البرلمان أو نناقشوا بين الخبراء إلى آخره، ولكن نديروا ثقة في الشعب باش يمكن نستمعوا له ونشوفوا اشنو كاين. مشينا تدريجيا إلى أنه طبعا هذه الديمقراطية التشاركية اللي فاهمين فيها وهو أنه ماشي مشاورة، باغي أكثر من المشاورة، وماشي تشاورني وما ديرش برأيي، باغي نتأسس كسلطة قائمة بذاتها تعتبر أن مصدر السلطة في الشعب. هذا هو المبدأ. دابا هذا صعيب باش تقبلها. هذه الفلسفة وإسماعيل العلوي جاب بأنه التجربة ديال البرتغالية في ظروف ديال المقاومة وفي ظروف ديال طبعا الكفاح، كان فيها الكفاح المسلح وكان الاستيلاء على أراضي إلى آخره، يعني ظروف متغيرة، ولكن ما أنتجته التجربة البرتغالية خلتنا أننا نطوروا في مفهوم الديمقراطية التشاركية. فالمبدأ الثالث واخا مشينا من الفوق ديال المواطنة والمشاركة ديال الجميع، فهي كذلك محلية. كاين هذه مجال الإدارة معنا عندهم واحد لابروشير تنشر فيها مقال مطول حول الديمقراطية التشاركية، وفيها طبعا كل ما يتعلق بآليات تنظيمية ديال هذه الديمقراطية التشاركية. طلبوا لهم يعطيوكم وثائق المزالين عندهم، كانوا يطلبوه مني، ولكن بالإضافة لهذا الشيء يعني اللي كيهمني أساسا في المرحلة الأولى وهو المفهوم السياسي لهذه الديمقراطية التشاركية. أول حاجة اللي اعترضتنا في هذا التقديم ديال الفكرة وهو الديمقراطية التمثيلية. شنو هذا؟ يعني بأنه اللي لاحظناه وهو أن الديمقراطية التشاركية لا يمكنها أن تنجح إذا لم تكن هناك ديمقراطية تمثيلية حقيقية. كيفما كان الأمر، ماشي ما كايناش الديمقراطية في أمريكا، ولكن في أمريكا كاينة الديمقراطية التشاركية، كاين تجارب، كاينة العريضة طروحة وقنن لها. ما كايناش، ما نقولوش بأن الديمقراطية التمثيلية ما كايناش في سويسرا، ولكن سويسرا معروفة بأنه هي الأوج ديال تطوير الفكرة ديال المبادرة الشعبية وديال العريضة. فإذا ما يكونش عندنا أوهام اليوم بأن الديمقراطية التشاركية ستنجح وستكون بديلا عن الديمقراطية التمثيلية. الواحدة تغذي الأخرى. اللي ما يمكنش إذا كان 55% أو 51% اللي اختاروا الأغلبية معناتها غادي يمكن يفرضوا الآراء ديالهم على 49%. فكيف يمكن إشراك في إطار المسؤولية العامة لتدبير الشؤون العامة وشؤون الدولة والجيش والسلاح وكذا إلى آخره وهذه القرارات كلها، كيف يمكن أن ننصت إلى ما تبقى من الناس؟ هذا هو فماشي ضد هذه ولا ماشي. طبعا المشكل كذلك اللي تطرح ثاني وهو هذه الديمقراطية التشاركية واش غادي تكون عندها صلاحية تقرير. ما نسمعه الآن في الخطابات الرسمية وحتى في من بعض الأصدقاء المقربين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو أنه الديمقراطية التشاركية معناتها فقط الاستشارة مع الناس وأخذ بعين الاعتبار آرائهم. نقول لهم لا، راه الفلسفة ديال الديمقراطية التشاركية وهو يكون عندها مجال ديال التقرير. إذا ما كانوش الناس يقرروا في المصير ديالهم في مجالات معينة، البرتغال ما معناتهاش بأنه كيحكموا دولة خاصة داخل البرازيل، معناتها بأنه هناك نسبة من الميزانية تدبرها
يدبروها الناس. لما كنلاحظوا اليوم مثلا وهذا تطلع شعبي، الشباب انتم شباب و20 فبراير وكل ما وقع في مصر وتونس الى اخره، الاسلوب الجديد للنقاش هو الجمعيه وتما كيقرر اللي جا مرحبا به، اللي ما جاش مرحبا معنا ما نديرو، ولكن هناك اسلوب جديد لاتخاذ القرارات خارج الاطارات التقليديه ديال التنسيق اللي كاين ما بين 5 ديال الجهات وكيقرروا بلاصه الجميع بتوافقات او توازنات او كذا الى اخره. لا، خلي الناس تفكر وتقرر كيفما ارادت. لما كنشوف وتبعت يعني عن هذه زيد من سنه كل الاسلوب ديال الاشتغال ديال الناس اللي معتصمين في البان في الميدان، يعني اقراو هو اللي كيقرر، ما كاينش اللي يقدر يقرر براسو، ما كاينش الجمع العام ديال السكان باش يقولوا ها شنو غنديروا الى اخره. فاذا في الاساس وفي الجوهر هذا هو الاسلوب. من بعد القوانين كيمكن نشوفوا كنجيو نقلبوا. طبعا الا اتفقنا مع الدوله وعندنا في تاريخ البلاد تجارب تؤسس وبدات في اساليب جد متقدمه ديال ما نسميه اليوم الديمقراطيه والتشارك، يعني ماشي ما كنطرطوش مصر. مع الاسف الوثيقه غادي نشوف مع السي حبيب باش توصلكم من هنا للدار، ولكن فيما يخص العريضه مثلا اللي كاين وهو انه الناس كيمكن لهم فعلا انهم يطوروا هذا الاسلوب ديال العلاقه مع الدول، ان تكون علاقه من نوع جديد، اي اعاده النظر في مساله السلطه. هل وكاين تجارب قديمه اظن بانه من ضمن العناصر اللي قريت شخصيا، لان ديجا في القرون الوسطى نظرا للازمه اللي كانت عايشها ايطاليا كان، وهذا مؤخرا الان كاين مشروع كبير ديال لوسيدو على ما يسمى بالحكومه المفتوحه. معناتها بانه هذه المصطلحات راح ما كنسمعوهاش من الصفر. في القرون الوسطى نظرا للازمه خرج المصطلح ديال الجوفرنو لارو، حكومه موسعه. كيف يمكن في اوقات من الازمه ان ما تاسس الديمقراطيه وتولي ديمقراطيه تمثيليه قويه اكثر، ربما ما غادي نصلحوش، ما نحتاجوش لهذه الديمقراطيه التشاركيه الا في بعض الحالات معينه. لما تركيا الان قررت بسيط وهو تبدل تلغي فضاء اخضر، يعني الناس باغيين. فاذا واما نصمتوا واما انه الدوله تنهج سياسات قمعيه. فهذا هو الجوهر. والمغرب اولا في تاريخه كنعرفوا كيفاش كانت كتشتغل الجماعه، ولو بشكل غير واسع بالمفهوم اللي كنعطيوه اليوم. كيكون عائله ولا قبيله ولا الشيخ ولا الفخده ولا كذا ولا الكامل ولا هذه خلي، وكيكونوا الناس بنطاق الاعيان هما اللي كيقرروا. ولكن الاسلوب هو انه الفضاء مفتوح ونهار السوق هو اللي كيتلاقى. ثانيا في ظروف اللي عشنا منها ومرينا منها من الثمانينات الى يومنا هذا، كان هناك ازدواجيه ما بين اسلوبين للاشتغال. الاسلوب الديمقراطي الجديد للجمعيات التي اسست من اجل تدبير الماء والكهرباء وكذا الى اخره، والجماعه اللي بقات دائما قائمه في تدبير المسائل الدينيه الكبار والجامع وكذا. ولكن في واحد الوقت تخلطت الامور، الجامع ما بقاش يعني من تدبير الجماعه ولا من تدبير الجمعيه لاسباب جد بسيطه، وهو انه كيخاص ادخال الضوء وادخال الماء باش يمكن الناس يتوضاو الى اخره. فهذه العلاقه الجديده التي
نشئت، هذا كنقول لكم 1980. انا عانيت تجارب ما يقرب من 250 تجربه في الجبال حول هذا الموضوع في التسعينات. مع الاسف ما عرفتش فين مشات الوثيقه، ولكن كاين. فالتجربه الثانيه اللي وصلنا لها ما بعد الازمه اللي كانت خلقت البلاد وحاول يعني يكون فيها مخرج، طبعا تخلقت اليات جديده خارج الحكومه وخارج البرلمان من اجل وضع اليات للتشارك في تدبير مشاكل معينه. هيئه الانصاف والمصالحه طبعا من تفكير الحركه المدنيه والجمعويه اصلا، وكانت بالاساس مدبره من طرف الجمعويه. ليندراج المبادره كذلك لم ترقى الى المستوى السياسي الذي نريده، ولكن في فلسفته كاين. فاذا العناصر المؤسسه باش يمكن نطوروا هذا الشيء كله متواجد حاليا داخل التجربه المدنيه. وهذا الصباح وحنا كنذكروا في نفس الموضوع. طبعا الدول، واحد العدد ديال الدول الان تجرب فعلا كل ما قال اسماعيل العلوي على بورتو عليك، ونشعر به لانه في اطار المنتديات الاجتماعيه لمواجهه العولمه المتوحشه، لان كل شيء هذا الشيء دخل في تصور كامل شامل لسياسات اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه وسياسيه من اجل هيمنه اتجاه معين داخل العالم. وكل الحركات اللي كتنهض هذا التوجه الوحيد تدعو الى اعتبار الاختلاف واعتبار تعدد التجارب. والعالم في اطار الديمقراطيه التشاركيه والوثيقه على الضرائب تعطيكم واحد العدد ديال الامثله. يعني ما كايناش اسلوب واحد ديال الديمقراطيه التشاركيه في تدبيره المحلي. العيب الكبير الذي يجب ان نتفاداه، وهذه المسؤوليه على عاتقكم، وهو ان لا نحصر فقط في المحلي. وان كانت الديمقراطيه التشاركيه في جوهرها ان لم تكن محليه فلن تكون ديمقراطيه تشاركيه. فان التجذر عند الناس هو الاساس. فكيف يمكن ان نربط ما بين هذا التجذر الشديد في الاحياء واحيانا الزناقل، لانه يمكن كذلك الدموع الزناقل، كيف يمكن ان نبرر اليات تنظيميه مفتوحه تقطع مع الاليات التنظيميه التقليديه، كيف يمكن ان نتجاوز مفهوم الرائد والشاف واللي دار كذا والى اخره، والصوره ديال بن بركه والصوره ديال عمر بن شبان، باش يمكن نخلقوا اليات جديده لمفهومنا التنظيمي في الاحياء الشعبيه وفي دون ان نقف في المعنى. كيف يمكن ان تكون لنا رؤيه شموليه، وهذا اللي احنا بصدده الان. ولربما واستاذ صديق اسماعيل العلوي يترأس الحوار الوطني وعليه وعلى عاتقه مسؤوليه كبيره في هذا المجال. كيف يمكن فعلا ان يؤسس الى قوه جديده تساهم في تطوير وتقويه المواطنه للجميع. كيف يمكن ان لا نتراجع على مكتسباتنا وان نطورها في اتجاه صحيح. كيف يمكن ان نهدئ الناس والشباب من اجل هذه المشاركه في تدبير الشان العام طبقا لمقتضيات الدستور. ما كنطلبوش اكثر فقط. وهذا الشيء كله طبعا يعني بانه ناخذ بعين الاعتبار المنشاه. انا كنسمعكم كتشكروا فريدريك عباد، وبديت كنخاف عليها لانه ما وقع الان في مصر خطير. ونتذكر الرسالات وزاره الخارجيه اللي كانت وجهتها لشي 4 سنين ولا 5 سنين، وجهتها من ضمن وجهتها فريدريك عباد والسفارات الى اخره باش تمنعهم من ربط علاقه مع قوه جديده اسمها
كونتر بوار السلطه المضاده. واضيف بانه مكتوب عده احيان الكونتر بوار ني با فورسيمون كونتر البوار. اظن بانه ممكن كذلك نخلقوا ماشي ان كونتر بوار ولكن بليزيور واحد العدد ديال الصورات المضاده باش نخليو هذا التنوع يتقوى ريثما تبرر. ولكن اليوم مفهوم الديمقراطيه التشاركيه من ناحيه سياسيه هو مساله ديال صراع حول المواطنه والمشاركه ديال الجميع في تدبير الشأن العام ومراقبه السياسات العموميه، وكذلك كل ما يتعلق بتدبيرها ولو في حدود معينه يمكن ان نتفاوض او نحدد مجالات هذه المجال اللي يمكن ان نفكروا فيها. وشكرا. الأستاذ كمال الحبيب، أعتقد أن الشعب كما قلت هو مصدر السلطة. الشعب فقد الثقة في الممارسة الديمقراطية. أعتقد أن الشعب فقد الثقة في الممارسة الديمقراطية التمثيلية، ولا ما عطيناش فرصة أنه يقوم بالمشاركة في تسيير هذه السلطة هذه. غادي يوقع ما وقع مما يسمى بالربيع العربي، غيلقاو الناس في الشارع. وتنظن ان الشعوب العربيه تستحق الديمقراطيه وتستحق انها تسير ذاتها.